لو بدور على طريقه تستخدم بيها فيو 3 مجانا وبلا حدود، يبقى انت في المكان الصح. جبت لك طريقه سحريه سهله وبسيطه ومن غير اي اشتراكات. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. اولا انا متاسف جدا ان الطريقه الاولى وقفت، وثانيا علشان اكون صريح معاكم وانقل لكم الصوره كامله، الطريقه التانية دي مش بلا حدود ولا حاجه. الطريقه التانية دي محدوده علشان في ناس كتيره عامله فيديوهات وريلز وتقول لك ان الطريقه مجانيه بلا حدود. لا، للاسف هي عامله زي حساب جوجل البرو، ده بيديك 3 محاولات مجانيه في اليوم. تابع معايا شرح كويس جدا، كل اللي عليك امشي على الخطوات اللي انا هعملها بالظبط. وكمان مش بس كده، انا هعلمك ازاي تعمل بيها تطبيقات تانية جامده جدا في اخر الفيديو. اول حاجه ادخل للرابط اللي هسيبهولك اسفل الفيديو في الوصف، هيدخلك على رابط التدوينه بتاع الشرح الاول. تنزل بس اسفل التدوينه بالشكل ده هتلاقي تفاصيل الجزء الثاني من الفيديو. وفي الجزء ده هنستخدم أداة جديدة جدا نزلت من جوجل، للأسف علشان هي لسه جديدة مش متاحة غير في الولايات المتحدة، وعلشان كده هنستخدم VPN. لو انت على المتصفح ادخل على أول رابط هيوديك لمتجر كروم علشان تقدر تثبت الأداة اللي هنفتح بيها الولايات المتحدة. وطبعا لو انت اندرويد هتدخل على الرابط التاني وهتحمل تطبيق مجاني تقدر تفتح منه VPN على الولايات المتحدة. طبعا انا مثبت الVPN بكل سهولة وشرحنا كذا مرة ازاي تثبته قبل كده. هنشغله على طول، هنضغط ستارت كونكشن هيواجهنا للواجهة دي. طبعا هنختار الولايات المتحدة وفي ثواني بسيطة كده احنا اتصلنا بالولايات المتحدة. هنرجع كده وهننزل لأسفل التدوينة هنلاقي رابط الموقع مباشرة. ولكن قبل ما ندخل للموقع هناخد بس الجملة البسيطة دي علشان هنحتاجها داخل الموقع. هناخدها كده نسخ وهنبدأ بعد كده نضغط زيارة الموقع. الموقع اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه اوبل، وده طبعا جوجل عاملاه ومصمماه للمبرمجين اللي عايزين يعملوا تطبيقات بدون اي كود. طريقة جديدة من جوجل، من خلال بس البرومبت تقدر تعمل تطبيق. زي ما في طريقة تعمل صورة من البرومبت وفي طريقة تعمل فيديو من البرومبت، جوجل بتحاول تطبق الطريقة الجديدة دي ازاي تعمل تطبيق باستخدام البرومبت فقط بطريقة سهلة وبسيطة. بمجرد ما بتدخل هتسجل دخول بحساب جوجل الخاص بيك، هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هتبدأ تضغط على كلمة Create Now علشان تنشئ تطبيق جديد. هيدخلك للواجهة البسيطة دي. هنبدأ نضغط على كلمة Generate، وفي الخانة اللي تحت دي كده هنبدأ نحط الجملة اللي احنا اخدناها نسخ من التدوينة، وهنبدأ نضغط على إرسال. وفي أقل من دقيقتين هيكون تم إنشاء التطبيق زي ما انت شايف كده. طبعا في الخانة الأولى بيبدأ ياخد منك البرومبت، في الخانة التانية بيبدأ يعمل للبرومبت انهانس، وفي الخانة التالتة بيبدأ إنشاء الفيديو، والاختيار الاخير ده بيعرض لك فيه النتيجة النهائية. طيب بكل بساطة هنبدأ كده نجرب التطبيق من خلال الضغط على كلمة بريفيو في الاعلى. زي ما انت شايف كده هيظهر معانا الواجهة بالشكل ده. هنبدأ نضغط ستارت. هنبدأ كده نجيب برومبت كده بسيط، هنبدأ نحط هنا البرومبت بالشكل ده كنترول في، وهنبدأ نضغط جنريت او سبمنت. هيبدأ ان هو يدخل في الخطوة الاولى، هيعمل انهانس. وزي ما انت شايف كده خلاص الفيديو جاهز معانا، وهنشوف كده النتيجة. هننتظر بس لحد ما يحمل. وطبعا علشان تقدر تحمل الفيديو كل اللي عليك بس هتضغط هنا على ال3 نقط دول كده، وهتبدأ تضغط على كلمة تنزيل او داونلود. دلوقتي هعلمك فكرة جميلة جدا، وطبعا في افكار اكتر بكتير هتلاقيها في القسم الخاص بالجاليري. زي ما انت شايف كده دي افكار تقدر ان انت تستخدمها وتعدل عليها جاهزة لتطبيقات مختلفة. لكن الفكرة اللي انا هديها لك، انت مثلا لو صانع محتوى وعايز حاجة كده تسهل عليك اثناء رفع الفيديو، مثلا تعمل لك العنوان الجذاب وكمان تعمل لك الكلمات المفتاحيه ووصف الفيديو بحيث ان الفيديو بتاعك يظهر للناس بشكل احسن ويظهر في نتائج البحث. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطه هنبدا نضغط على كرييت ناو، وانا طبعا هجهز الوصف المطلوب. طبعا انا جهزته قبل كده فبس هاخده كده نسخه علشان نبدا ننشئ التطبيق. بمجرد بس ان احنا هنحط هنا الوصف بتاعنا وهنبدأ نضغط ارسال، وهننتظر النتيجة النهائية. طبعا جميع التطبيقات بيتم انشائها بنفس السيمز ونفس الطريقة. علشان تغير الشكل بتاع التطبيق عموما هتدخل على الاختيار ده السيم.
طبعا ده الخاص بالمظهر. تبدا تكتب هنا الوصف اللي انت عايزه للمظهر، عايز يظهر بشكل ايه بالظبط، وتبدا تحط مثلا هنا الايقونات والاشكال اللي انت عايز تحطها داخل التطبيق، وهو طبعا هيضيفها. طيب هنرجع كده، هنا التطبيق بتاعنا تم انشاؤه بكل بساطه زي ما انت شايف كده. هنا بياخد بس منك الموضوع اللي انت عايز تعمل عنه الفيديو، وبيبدا ان هو يبحث لك عن الموضوع ده، ويبدأ يطلع الكيورد، ويبدأ يطلع أفضل الكلمات المفتاحية وأفضل العنوان وكل حاجة، وفي الاختيار الأخير بيتم إظهار النتيجة. نيجي كده نجرب الموضوع مع بعضينا ونضغط كده ستارت. طيب احنا كتبنا له كده موضوع الفيديو بتاعنا ان هو فيديو باللغة العربية بيتحدث عن طريقة سهلة مجانية لاستخدام نموذج فيديو 3 المقدم من جوجل. بنبدأ ناخد ده كده كوبي كده، ده موضوع الفيديو بتاعنا. نبدأ نرجع للتطبيق اللي احنا عملناه، ونبدأ نحط هنا التوبيك بتاعنا، وهنبدأ نضغط ارسال. هيبدأ هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، يبدأ يبحث لنا عن الكلمات المفتاحية. وطبعا انا هنا حطيت له ان هو يبحث في اليوتيوب، ان انا مخصص الفيديوهات بتاعتي مثلا لليوتيوب. لو انت عايز مثلا تطلع هاشتاجات للتيك توك، مثلا عايز تطلع عنوان جذاب وهاشتاجات للانستا للفيسبوك، فطبعا زي ما انت حابب تخصص التطبيق بتاعك بتبدا ان انت تعمل كده زي ما انت شايف بالشكل ده. كده احنا خلصنا حاجه جامده جدا. بدا اول حاجه بعنوان الفيديو، وتاني حاجة عمل وصف كده طويل للفيديو بيشرح فيه الموضوع، واخيرا وليس اخيرا عطانا شوية كلمات مفتاحية جامدة علشان ترفع الفيديو بتاعنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم، ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.